الجزء الثاني من سلسلة على ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيبة الحمد أو عبد المطلب زي ما لقب كان سيد قريش وهيبته كانت كبيرة جدا بينهم، هو اللي حفر بئر زمزم بعد ما كانت مطموسة من قرون. رأى عبد المطلب في المنام رؤية متكررة بحفر زمزم في الموضع اللي بين صنمي إساف ونائلة. خليني أحكي لك قصة الصنمين دول على السريع. في الجاهلية كان في عاشقين من قبيلة جرهم اسمهم إساف ونائلة، حبهم كان قوي جدا، وفي ليلة قمرية قرروا يدخلوا البيت الحرام عشان يوثقوا حبهم جوه، وارتكبوا فاحشة الزنا. ربنا عاقبهم فورا على انتهاك حرمة البيت الحرام ومسخهم صنمين من حجر. في البداية الناس خافت واتعظت، بس مع مرور السنين نسيوا القصة واتقال انهم عشان باركهم رب البيت، فبدأ الناس يزوروا الصنمين ويدعوا عندهم، خصوصا العشاق والمحبين، وبقوا من أشهر أصنام مكة لحد ما جه الإسلام وكسرهم النبي يوم فتح مكة. المهم بدأ عبد المطلب الحفر مع ابنه الحارس حتى ظهرت المياه، ولما أرادت قريش أن تشاركه قال إنها لي خاصة وكلت بها، وأقروا لي بعدها بها، واتفقوا إنها تكون سقيا للحجاج. أثناء حفر البئر والعناد اللي كان مع قريش عشان كانوا عاوزين البئر ليهم، كان عبد المطلب ما عندوش غير ابن واحد بس وهو الحارس يواجه بيه قريش، فنظر انه لو ربنا رزقه بعشر ابناء هيذبح واحد منهم شكر لله. وبعد سنوات ربنا رزقه بعشر ابناء، وكان اصغرهم واحبهم على قلبه هو عبد الله، وعمل القرعة بين اولاده عشان يختار هيذبح مين. وقعت القرعة على عبد الله اللي هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم، فاراد ذبحه، فاعترضت قريش وذهبوا الى كاهنة بالحجاز وقيل انها بخيبر، قالت افدوه بعشر من الابل، فاجرى القرعة بين عبد الله والابل، فوقعت القرعة على عبد الله وكررها عدة مرات مع زيادة 10 إبل في كل مرة، وكانت القرعة تقع على عبد الله حتى بلغت 100 من الإبل، فوقعت القرعة أخيرا على الإبل فذبحها فداء لعبد الله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، المقصود بهم عبد الله اللي هو والده، وإسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام. ما تنساش تصلي على النبي وتشجعنا بلايك واشتراك.